الناس المثاليين الطيبين الحلوين فاكرين ان المجتمعات بتحترم الاخلاقيات يعني، لكن الحقيقه ان المجتمع لا يلتفت الا الى الكفاءه. فالمعضله اللي احنا فيها دي حلها الوحيد انه يظهر واحد كفء جدا في شغله لكنه اخلاقه كويس. انت كاتش ار اخترت المؤدب، والمؤدب ده انا هقعد سنه عبال ما اطلع منه شغل، فانا ارفض الاثنين. يا بمنطق العالم هاخد الكفء، فمش عشان انا جميل ومسيحي وطيب انا اترفضت عشان مسيحي، لا انا اترفضت عشان مش شاطر في شغلتي. انا محتاج اكون اكثر كفاءه عشان اقدم شهادتي الحقيقيه للمسيح. احنا من ضمن الحاجات اللي اتعلمناها غلط، اتعلمنا مبدأ المظلوميه اسهل. هو فعلا اسهل ان هم اللي مش عادلين، إنه هو اللي وحش. المعضلة الأخلاقية والعملية دلوقتي بتقول إحنا محتاجين أشخاص أكثر كفاءة يكونوا أمناء. إحنا محتاجين الناس اللي بتحب ربنا تبقى شاطرة في شغلها، ومحتاجين الناس اللي شاطرة في شغلها يبقوا بيحبوا ربنا. عشان كده في قصادها اجتماعات بتتعمل دلوقتي لرجال الأعمال والناس اللي عندها بزنس كبير والناس اللي مؤتمنة على آلاف من البشر. ليه مهتمين بيهم؟ عايزين منهم تبرعات؟ لا، عايزينهم يحبوا ربنا. فلما يحبوا ربنا تتعدل الكفة، فيطلع منهم عمل وتأثير مختلف تماما.